اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا روتين النهارده روتيني من قلب المطبخ، وهقول لكم احنا النهارده عاملين معانا غدا ايه. احنا النهارده هنعمل لحمه الراس. ايوه، هنعمل لحمه الراس. هقولها لكم وازاي تطلع معاكي الشوربه بتاعتها او مرقتها تحفه وبيضه وجميله، وريحتها بجد كانت خطيره. طبعا يا بنات، هنا انا اول حاجه حطيت كده حله على النار. اول ما سخنت نزلت بمعلقه السمنه مستكه، شويه حبهان بودر، ورق لورا، تمام. وبعد كده نزلت باللحمه. طيب اللحمه دي شكلها كده ليه؟ هقول لكم شكلها كده ليه. انا كنت طبعا قبلها بيوم خرجت اللحمه دي من الفريزر. لحمه الراس طبعا كنا عينينها زي ما هي بالعظم بكله، لما الجزار قطعها وكسرها، تمام، وحطيناها في الفريزر. طلعتها انا بقى قبلها بيوم، غليتها بميه وسلقتها. سلقتها بايه؟ سلقتها بورق قرفه، بعدين قرفه وقرنفل وحبهان مطحون، وسبتها تغلي على البوتاجاز. تمام، سلقتها مرتين. بعد كده خدتها خليتها يا بنات، خليتها من اي عظم فيها خالص. تمام. بعد كده غليتها بعد ما خليتها خالص من العظم، خدتها ورحت غلياها كمان زي ما انا عملت بنفس المكونات كده. بعد كده سبتها اما بردت وقطعتها ودخلتها الفريزر في الكيس. تمام. هنا اما ولعتها وحطيتها في السمنه، حطيت معاها هنا ماسوره وكمان حتتين كده عظم كانوا في الفريزر. هنا الحله التانية انا بعمل فيها كباب حله، لان طبعا الولاد ما بياكلوش لحمه الراس. الولاد بيقولوا لا احنا مش هناكل لحمه راس، ففي ناس هتاكل كده وناس هتاكل كده. فانا عملت ايه؟ عملت لهم هنا لحمه كباب حله، عملتها معاكم قبل كده على القناه. بحط اللحم بعد ما اغسلها كويس واصفيها، بنزل فيها في الحله، بحطها في الحله، وبعد كده بقطع عليها بصل، وقطع عليها طماطمايه، وبقطع احط لها معلقه توم مهروس، وبعد كده بحط لها ملح وفلفل اسمر، شويه بهارات لحمه اللي هي السبع بهارات يا بنات، دي بس بهاراتها. واغطي عليها لغايه لما اللحمه تنزل العصاره بتاعتها والميه بتاعتها كلها. وبعد كده ببتدي ازودها ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه سخنه لغايه لما تستوي. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. جبت حله هنا على النار، حطيت فيها شويه من الزيت، وهنزل فيها كده بمعلقتين من التوم المهروس. طبعا التوم المهروس ده انا عاملاه عندي في التلاجة. تمام. وبعد كده باخد كده معلقتين التوم المهروس، اول ما احس ان ريحه التوم طلعت بنزل كده بالطماطم المعصوره او عصير الطماطم. طبعا يا بنات الطماطم دي انا كنت مفرزاها في الفريزر، فكنت مستعجله فاخدت منها، بس انا مش عايزه اكتر من نص كيس، فاخدت كده نص الكيس، ونص الكيس التاني هقول لكم هنعمل ايه بيه دلوقتي. بحط كده البهارات بتاعتي، بحط ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، دي البهارات بتاعتنا. تمام. وهنا بقى هحط ايه؟ حطيت كمان اهم حاجة في التسبيكة بتاعتنا دي، حطيت معلقة سكر علشان الحموم. طبعا هنا اوريكم شكل اللحمة الشوربة وشكلها عامل ازاي. وهنا يا بنات انا كنت حطيت صينية على النار، بس الكهرباء فصلت مني فمعرفتش اكمل لكم الفيديو غير لما شغلت مولد الكهرباء. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، هنا حطيت كده على البوتاجاز صينيه ونزلت فيها ببصل كده شرايح. وبعد كده نزلت بعد ما البصل دبل كده شويه صغيره، انا مش عايزه احمره، انا عايزاه يدبل بس. نزلت كده عليه بمعلقه توم مهروس لغايه ما التوم ريحته تطلع. دي اهم تكه يا بنات، التوم ريحته تطلع خلاص. اوعي تستني تقولي لا لما التوم يتحمر، التوم لما يتحمر طعمه بيروح وبيمرر. انما انت اول ما ريحته كده تطلع وتنزلي عليه على طول اذا كنت هتحطي هتعملي طشه بخل، او اذا كنت هتحطيه في صلصه، تحسي ان ريحه التوم طلعت، تنزلي على طول كده بايه اذا كانت صلصه، اذا كان خل، تبص تلاقي ريحه التوم تحفه. هنا يا بنات زي ما انتوا شايفين حطيت هنا على البصل الطماطم، ونزلت برضو بالبهارات بتاعتنا، زي برضو حطينا ملح وفلفل اسمر، وحطينا 7 بهارات، واهم حاجه معلقه يا بنات، اهم حاجه معلقه ايه؟ معلقه السكر. بعد ما نزلت كده بالبطاطس بتاعتنا اللي انا مقطعاها دواير دي، ظبطت الحوض بتاعي. وبعد كده هقول لكم عملت ايه. حطيت شويه ملح كده كمان. ودلوقتي هننزل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، البطاطس اللي لسه حطاها اهو، هنزل بايه؟ في الحله التانية اللي فيها كباب الحله انا حاطه البطاطس. اللحمه بتاعتي استوت، فكنت طبعا مجهزه بطاطس ان انا هعملها، لان هم استحاله ياكلوا من صينيه البطاطس
بصلصة، فعملت لهم كده بطاطس حطيتها مع اللحمة اللي انا بعملها لهم. تمام. هنا حسيت ناقصه ملح فزودتها كده شويه من الملح. هتقولوا لي اللحمه كباب الحله دي ما فيهاش اي سمنيه خالص او اي مواد دهنيه. انا هحط لها في الاخر يا بنات، هنا هحط لها معلقه سمنه بلدي. هنا بقى هنا بقى البطاطس لسه خلاص ما استوتش ولا اي حاجه، فاقوم انا جايبه كده اللحمه بتاعتي ومنزلاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. هاخد اللحمه بس طبعا العظم هسيبه في الشوربه بتاعتنا. هنا بعد ما غلت خلاص واستوت تماما هاخدها بقى ادخلها الفرن، بس احط لها كده كوبشتين كده من الشوربه وهاخدها بقى ادخلها الفرن. هنا طبعا بنعمل الرز بتاعنا، احنا دايما بنحب الرز بشعريه، فهنا نزلت كده بنص كوبايه من الشعريه، قلبتها كويس قوي في الزيت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده لغايه لما المكرونه الشعريه بتاعتنا تتحمر هقول لكم هنعمل ايه. تكه الرز دي يا بنات حلو قوي ان انت تحمري الشعريه كويس، وبعد كده تنزلي بالرز بتاعنا، وكمان بعد كده تقعدي ان انت تقلبيه بالشكل ده تشوحيه مع الشعريه، بيخلي طعم الرز تحفه، بيوديه في حته تانية خالص. بحط كده الملح بتاعي، وبعد كده هنزل بقى ايه، هننزل بالميه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهنظبط بقى الميه بتاعه الرز بتاعتنا بالشكل ده، وهنغطي عليه لغايه لما الرز بتاعنا هنا يتشرب خالص. ولما ينشف هندخله على عين تانية صغيره ونهدي عليه النار زي ما انتوا شايفين معايا كده. دلوقتي بقى انا حطيت كده طاسه على النار وحطيت فيها شويه من الزيت، ودلوقتي هبتدي ان انا اعمل ايه، هبتدي ان انا احمر اللحمه بتاعتنا اللي هنجهزها معانا للفته. هنا بقى يا بنات ده الرقاق الجاهز او رقاق المصانع اسمه جانو. الرقاق ده تحفه بجد يا بنات، بجد خطير. واولا في التحمير ما بياخدش ثواني، تاني حاجه بياخدش اي مواد دهنيه. يعني لو بتدهنيه عشان تحمري بسمنه بلدي او بزبده ما بياخدش خالص، يعني ما بيشربش خالص، بعكس طبعا الرقاق البلدي. بعد ما كسرت كده الرقاق بتاعنا هنزل عليه بالشوربه. دي شوربه يا بنات لحمه الراس، بيضة وشمعة وزي الفل. بصوا شمعة كده منورة. هعمل ايه، هنزل كده بالشوربة عليه كده برضو. هقعد برضو لغاية لما تحسي ان الرقاق بتاعك اتبل، تحسي هتلاقيه كده إيه شكله معروف اوي. هنزل كده بعد كده هجيب ليمونة وهعصرها بالشكل ده. هتحط ليمون، انت مش عامله دقه بخل، عامله بس طبعا بس لازم اعصر ليمون. حطيت هنا دي دقه الخل، بحط كده كوبشتين دقه خل اللي هو بنحمر التوم، وبعد ما نحمر التوم نحط عليه الخل بتاعنا يغلي نطفي عليه. بجيب الرز كده وبحط الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر بجد يا بنات، كانت تحفه قوي وكان طعمها جميل جدا، ولا باين ان هي لحمه راس ابدا ولا اي حاجه. اهم حاجه تغسلي كويس الوصفه بتاعتك، تغسلي الحاجه اللي انت هتشتغلي بيها كويس قوي وتغليها كمان كويس. بحط كده على الرز بتاعنا معلقه الاول من طشه الخل، وبعد كده الخل بتوم، بعد كده بنزل بحط عليه الطماطم بتاعتنا اللي هي الصلصه. وهنا يا بنات انا كنت طبعا يعني بكمل بقيه الاطباق بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده ادي الشوربه بتاعتنا اهي، ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر بجد، كانت تحفه قوي جميله وكان طعمها حلو جدا جدا، يعني ما كانش طعمها يبين اي حاجه خالص. هنا جبنا برضو صينيه البطاطس اللي حطينا فيها اللحمه بتاعتنا، وانا طبعا غرفت كمان جبنا طبق من اللحمه كباب الحله. وزي ما انتوا شايفين ده كان الفيديو بتاع النهارده، شايفين جماله ازاي. هستنى رأيكم في كومنتات واقول لكم مع السلامة.